رغم ان النادي الاهلي فاز على طلائع الجيش 2-0، لكن انا بشوف من اسوأ الماتشات للنادي الاهلي السنه دي. يعني كولر معودنا على الكره الممتعه السنه دي، يعني تحس ان في كره ممتعه في النادي الاهلي، في متعه في الاداء، في شراسه على الجون، في كثافه هجوميه كتير، رغم ان النهارده بتشوف كثافه هجوميه بس غير فعاليه. وهل ده معناه يعني عشان خاطر الغيابات اللي عند النادي الاهلي؟ خلي بالك النادي الاهلي عنده غيابات كتير، منها بقى الايقاف، ومنها الاصابات، ومنها اللعيبه المريحه. يعني عندك الشناوي مش موجود، عندك محمد عبد المنعم مش موجود، عندك معلول مش موجود، ومحمد هاني مش موجود، مروان عطيه مش موجود، حسين الشحات مش موجود، بيرسي تاو مش موجود، كهربا بينزل في الدقيقه 80. يعني بتتكلم في 8 9 لعيبه مش موجودين اصلا بيلعبوا اساسيين او مؤثرين، واخد بالك؟ بس خلي بالك رغم ان الاداء كان النهارده سيء، بس الاهلي قدر يفوز 2-0. ودي من سمات الفريق البطل، اللي هو ما بيتاثرش بالغيابات. يعني عندي الفريق التاني زي الفريق الاول، وده سمات الفريق البطل وسمات الفريق اللي عايز بيدور على بطوله. مش مهم النهارده اكون وحش، بس المهم اكسب. على فكره مش كل الماتش هتكون كويس، بس الميزه في البطل والفريق البطل والفريق اللي عايز ياخد بطوله، في اليوم بتاعي وانا مش كويس بطلع باقل الخسائر. يعني لو ما كسبتش ما اخسرش، اتعادل مثلا. لكن النهارده الاهلي اداء مش كويس، لعيبه غيابات كتيره، لكن فاز. ودي سمات الفريق البطل. خلي بالك النادي الاهلي كمان يعني تحس اللي هو مفنش الدوري، يعني متعه الدوري. النادي الاهلي يعني ايه حاسمها من بدري. يعني النادي الاهلي لاعب 23 59 مباراه ب 59 نقطه، اللي بعديه بيراميدز لاعب 27 ب 55. يعني الاهلي لما يكسب الاربع ماتشات المؤجلين بتاعته هيبقى 71 نقطه، فرق بينه وبين بيراميدز حوالي 16 نقطه. خلي بالك يعني فرق كبير قوي. فالاهلي مش معانا في الدوري اصلا، واخد بالك؟ يعني الاهلي مفنش الدوري. احنا ايه بنبص بقى التاني والتالت والرابع، مين هيلعب افريقيا، مين هيلعب كونفدراليه. بس انا بتكلم في نقطه الاهلي، مش دي اداء النادي الاهلي. وخلي بالك يعني اللعيبه دي لو لعبت مع بعض، اللي هو يعتبر اللعيبه الاحتياطي، هتأدي اكتر وهتلعب هتلعب كويس. ما هو انت ما لعبتش كويس بس عرفت تفوز. وخلي بالك الانسجام بيجي مع الاستمرار، اللي اللعيبه تبدا تلعب مع بعض كتير. وخلي بالك اللعب مع بعض كتير بتخليك حافظ اللي جنبك. وخلي بالك يعني انا بشوف برضو مكاسب، يعني السولية بدأ يرجع، محمد قفشه رجع. يعني خلي بالك انا بعشق قفشه ده. يعني خلي بالك انا قفشه ده لو خد هيبقى مؤثر جدا، انا بحبه جدا. يعني قفشه ومروان عطيه الاهلي هيبقى في حته تانية والله، وهو في حته تانية والله. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.